السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء أينما كنتم، كيف كل حاله؟ اذكروا الله وصلوا على النبي. أما بعد، موضوعنا اليوم عن الديون وما أدراك ما الدين. أخي، لا تدين إلا وأنت قدها ماشي، لا تدين حتى تضطرك تدين. فالأول والأخير، هل تعلم أنك مذنب؟ ليش يا يوسف؟ أول حاجة قطعة رزق الآدمي، حلبت مشروعه، وأحيان وأغلبية المحلات 70% تحصلهم غلق ديون، دين ما يقارب 1 2 مليون، قرح ضماره، عليه التزامات، عليه صرفه، عليه ايجارات، عليه باع المحل نقل قدم وسدد الديون وصار الجوله او دور للمحل يشتغل فيه. بدل ما كان لو انت متدينش وما حلبت ان الادمي فتح مشروع، فتح المحل ثاني، فتح. فهذا يا شباب الدين اكبر عائق. بعض الناس يقول لك الدين 50 60 الف، حلبته سنتين، سنه، شهرين، 5 اشهر ورجع اديها له. والله انك مذنب. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وهو غني، فما بالك من صاحب بقاله. عندما تماطله ظلم، تظلمه وتظلم نفسك. فهذا نصيحتي لكم، احذروها. الناس يتقالوا منها وهي حاجة كبيرة. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا مدين ما يقارب 1,500,000، والدكان زي ما تشوفوا فاضي. لو 1,500,000 موجودة، إني موفر كل حاجة. أيش السبب؟ أنت يا متدين ظلمتني. لما تجي تقول وشي يوم كذا كذا وحقك لا عندك، يجي نفس الموعد تقول لي مرتي ولدت، أخي مريض، أختي، بنتي، عمتي. أحيانا يكونوا صادقين وأحيانا كذابين. لهذا يعني أنت مذنب صادق أو كاذب. لا تدينش حق الناس إلا وأنت قدها. مع احترامي لبعض الناس والله انهم على الرأس، يجي اليوم المحدد يحاسبك إلى آخر ريال. هذا ما حبيت أنوه لكم. احذروا 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 المماطلة. شباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل وعليه دين، عليه أفضل الصلاة والسلام. بدون ميت وعليه دين كان الرسول ما يصليش عليه. والمماطلة ليست من شيم الرجال، وانت فهم.